السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه رفيس التونس ولا طمينة الغرس. وصفه غنيه عن التعريف، كامل نعرفوها في الولايه الجزائريه، كامل نديروها. نحتاج هنايا كميه من كما نقولوا السميد يكون متوسط، نحطوه في مقله نحمصو. وكاين اللي يحمصوه في الطاجين تاع الطين. اقعدي تقلبي فيه حتى تحصلي على اللون الذهبي هذا. دوك نقدم لكم الصورة تشوفوا اللون اللي نتحصلوا عليه. هاوليك بعد ما حمصناه نحطوه في الجفنة وهو سخون، نضيفوا له الغرس يكون منقي. هاوليك تستعملوا هنايا عينكم ميزانكم، ولا لا بحبيتوا اول كيما نقولوا مبتدئات. ديروا هنايا 2 كيلات تاع السميد يكون متوسط، كيلو بالعلبة تاع 250 تاع لابيل، وزيدوا لها كيلة تاع الغرس يكون منقي. هاهو انا استعملت الغرس تاع البطانة، يعطيكم نتيجة ما شاء الله. كاين ثاني كيما كانوا يديروا بكري جدودنا، كانوا ما يرحيوش، يخليوه من البطانه، ينحيولو شويه هذاك العلف، ومن بعد شتو كي تحطوه فوق السميد وهو سخون، كي تكوني تخدمي فيه بهذه الطريقه العلف ولا هذاك الشابو هذاك اللي يكون في التمر كامل يتنحى. قلت لكم وهو سخون ديروا هذاك الغرس تاعكم، نضيفوا عليه هنايا قرصه تاع الملح، ونبداو نضيفوه في الزبده. درت مغرف صغيرة تاع العسل الحر، هذه كإضافة على باش يخلي لي الرفيس تاعي يقعد طري لأطول مدة. وهنايا زدت له شوية حفنة تاع جوز، يكون كما نقولوا ماشي مرحي كامل، يبقاو فيه هذوك الحبيبات باش كي تكوني تاكلي فيه تحسيلو. كاين اللي يدير ثاني فيه الكاوكاو، كاين اللي يدير فيه زقوقو، كاين اللي يدير فيه ججلانية كيما تحبوا. هنا ما داتش مني كميه كبيره تاع الجوز، ديروا حفنه صغيره برك. وهنايا كاين اللي يستعمل الزبده الحره، ولا كيما درت انايا الزبده تاع الستار، ثاني تعطيك طعم ما شاء الله في الرفيس تاعنا. وشوفوا الرفيس كي يكون مشبع بالغرس راح يجي ما شاء الله، يجي طري، يجي هايل. شوفوا كيفاش يجي. نبدا هنايا سي بون، هنا نبدا نخدم فيه بهذه الطريقه بالكف تاع اليد تاعي حتى تدخل كامل المكونات والزبده. بالنسبه للزبده درت هذيك العلبه كامل، هذيك تاع اللي تجي في الكارت تاع ستار كامل استعملتها، وتكون الزبده طريه، ما تذوبوهاش البنات باش ما تطلق لكمش ليدام ويجيكم يابس. شوفوا هنا الجوز كيفاه يبقى، ما ترحيوهش بزاف. هنايا سي بون بدا يتشكل معانا. نشكل هنايا كورية، شوفوا كيفاش جاني طري ما شاء الله. شوفوا دوك نقدم لكم وتشوفوا الطراوه تاع الرفيس تاعنا. شوف جا مشبع باليدام ومشبع بالغرس. نجي هنا على طاولة العمل نبدا نفتحها. هنا تحبوا تشكلوا بيدكم ولا تشكلوا بالحلال، انا هنا شكلت بيدي، ومن بعد اللي يسيبها بالحلال من الفوق باش يجينا السطح تاعها كما نقول ما فيش هذوك الاثار تاع الاصابع. هاي ليك ديروا الشكل مربع باش تقدروا ديروا الشكل تاع الرفيس. ولا كاين اللي يحب يشكلوا كي تحب تكون مناسبه اما يشكلوا في المول تاع المعمول، ولا كاين اللي يحب ياكلوا كيما نقولوا حنا هكا كريات كيما كانوا يديروه زمان. شوفوا يتشكل معنا بسهوله. ونجي نعدل السطح تاعو باش نتحصل على السطح هذاك اللي يكون ليس ويعطينا الشكل شباب. شوف هنايا نعدل الحواف، نحي هذوك الاطراف اللي يكونوا باش يجينا كامل باهي، تجينا الحبه كيما نقولوا متقونه. نتخلصوا من هذوك الحواشي هذوك.
الجوانب هذو كامل. هاي ليك هذو من بعد كي يبقاو لي راح نشكلهم انايا كيما كانوا يديروهم زمان، نديروهم كريات. شوفوا الخدمه كيفاش تجي متقونه وتجي الحاجه شابه. لازم الاتقان في العمل تاعكم باش الحاجه تجي كيما نقولوا تحلى في العين. نجيو هنايا نقطعوهم مقروطات، نديرو الساعه هكا مستطيلات. ودوكا كيما نقولوا كي تشكلوا شكلوا نتوما كيما تحبوا. ها ملي كنشكلوا مقروطات، وهذوك الزوائد انا قلت لكم كيفاش تشكلوهم. دوك تشوفوا معايا في الطبق التقديم. هنايا اللي ما تعرفش تكيل بالعين، عينها ميزانها دير. او كاين هذوك الليمون اللي نخدموا بهم البراج، يجيوكم الحبات متساويين. هاي ليك شوفوا هذوك الحبات تاع الجوز كيفاش ثاني يمدوا منظر شباب. ممكن تكوني تاكلي فيهم تحسي بالبنه. هاك تنكملوا كامل الكميه. هاي ليك شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، حاجه تحلى في العين. غنقدم لكم حبه تشوفوا السمك تاعها. وهنايا نجيو في طبق التقديم، شوفوها معايا كيفاش جات. وعن بالكم باللي هذا الرفيس يتقدم في الافراح الجزائريه. شوفوا هذيك الطراوه دوك تشوفوا معايا، تحصلوا على طراوه ما شاء الله. شوف رافقته مع كاس البن. شوفوا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وهذوك اللي بقاو لي هام اللي كيف درتهم. وما بقى لي في الاخير الا نقول لكم تبقاو على خير. نلتقي في وصفه جديده ونقول لكم سلام، تهلاو في رواحكم.